الدخان إيش فائدته؟ أبي أسأل أي واحد فيكم إيش استفاد من الدخان؟ اللي صار يدخن سنة 20 سنة 15 سنة 4 سنوات سنتين، شنو هالفائدة؟ يعطيني بس فائدة واحدة. ولا فائدة فيه، ولكن نقول فيه مضرة، وفيه رائحة كبيرة، وفيه غضب للرب. الذي يحب الله ورسوله عندما يأتي أمر بأن هذا محرم بكل شيء يجب أن ينتهي فورا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم. الدين يسر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء إيش نفعل؟ ما في جدال، خلاص انتهوا. فكيف ندعي بأن نحب الله ورسوله وإحنا مجاهرين بهذه المعصية؟ الصحابة رضي الله عليهم كانوا في جهاد في غزوة مع الروم، فتأخر نصرهم ل3 أيام، 3 أيام لم ينتصروا، فراجعوا أنفسهم: لماذا لم ننتصر؟ قالوا: لقد نسينا السواك، لم نتسوك. اعتبروا يا أخوان لم يتسوك. فرجعوا إلى الشجر وصاروا يأكلون بالشجر، يأكلون فيه. فعندما رآهم العدو قال: هؤلاء الأعراب، هذا العرب صاروا يأكلون الشجرة الآن يأكلوننا. شوف يا أخوان، كل ما تلتزم مع الله وتطيع الله، الله يلقى الناس منك رهبة، تهب العالم اللي حولك، لأنك أنت قوي بإيمانك. القضية ليس قضية بدن، ولا قضية عضلات، ولا قضية عقل. القضية قضية أنك تلتزم مع الله. النصر من الله ليس مني ولا منك. فكل ما تقربنا إلى الله كل ما الله عجل النصر. فالدخان يا أخوان نصيحة لي ثم لكم، طبعا هذه نصائح عامة. الدخان، وهو خاطب أهم ما أخاطب الذين يجاهدون على الجبهة. لو أتتك طلقة واستشهدت، كيف تقابل رب العزة والجلال؟ بأي رائحة؟ رائحة التدخين؟ هل الملكة تأتيك؟ يقول صلى الله عليه وسلم: بيت فيه كلاب عزكم الله يدخله ملائكة. اللي يجري طبعا البيت له حدود، سور محدد، يعني نتكلم داخل الحرم حق البيت. بيت فيه كلاب لا يدخله ملائكة، وبيت فيه صور لا يدخله ملائكة، وبيت فيه مدخل يدخل ملائكة.